الحمد لله قدرنا نتحصلوا على المرتبة الأولى في اختصاص كاتا فردي، وهذا جاء بعد سنوات وسنوات من التعب. قدرنا نخرجوها في هذه الدقيقتين، قدرت نمد كلش. شكر كبير لكل من ساهم في انجاح هذه البطوله، وشكر لكل من وقف معايا. نحب نهدي هذا الفوز لبلادي، بلاد المليون ونصف مليون شهيد. هذا يعني فخر اني نوقف هنا ونهز العلم تاع بلادي. الحمد لله. كنت بلعب النهارده ماتش فاينل، الحمد لله لعبت بدماغي وتكنيكات الكابتن بتيتي بابويا ووالدي. الحمد لله ان شاء الله الجاي اول عالم باذن الله. متحصل على الميداليه الذهبيه في البطوله العربيه للكاراتيه سودوكاي في وزن اقل من 65. كانت بطوله مشرفه لنا والحمد لله حظينا بالمرتبه الاولى، وان شاء الله المزيد من النجاحات باذن الله. كانت منافسات قويه النهائيات، ان شاء الله التتويجات هذو ديناهم كامل يعكسوا مستوى تاع الفريق الوطني الجزائري وتطوره. الحمد لله قدرت نحقق النتائج اللي كنت حبيتها واللي تعبت عليها من المرتبة الأولى، وإن شاء الله نحقق أكثر نتائج. متحصلة على المرتبة الثانية في البطولة العربية كيميتي. كانت منافسة جد رائعة من حيث التنظيم أو المنافسين. كان كاين نيفو عالي من جميع دول العرب. نشكر أهلي اللي وقفوا معايا والمدربين تاعي خاصة. جيت لهنا نشارك في البطولة العربية هنا في بجاية، وكانت الأجواء الحمد لله. ونشكر الشيوخ اللي يوقفوا معايا وكاع اللي يوقفوا معايا بابا تاني. بطولة قوية جدا جدا جدا، أبطال ما شاء الله. شفتوا مستوى بين المتنافسين ما شاء الله. هو لعب امبارح، هو الثاني كسب، لعبنا النهارده محمد كسب، فماتش هنا ماتش هنا. إن شاء الله موفقين في القادم. والتنظيم كان ممتاز والمنسقين قايمين بالواجب، ونحب نشكر كل مسؤول هنا في مدينة بجاية على العمل اللي قام به. حقيقة أنا سافرت بطولات كتيرة جدا على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا، ولكن أقدر أقول إن التنظيم في الجزائر في بجاية النهاردة كان تنظيم على مستوى عالمي. حقيقة مدربين على أعلى مستوى، اللاعبين كفاءات على أعلى مستوى، السادة الحكام كانوا حاجة مشرفة جدا. بحب أشكر السادة المسؤولين في هذه الدولة العظيمة. المستوى عالي جدا جدا جدا، وطبعا لن ننسى جميعا الحضور المشرف والتمثيل الراقي لدولة فلسطين، وتنظيم على أعلى مستوى ومجهود واضح ومشكور للإخوة الجزائريين في الاتحادية الجزائرية تودوكاي. التنظيم كان في القمة، كذلك المستوى كان عالي جدا، لأن شارك فيه زوج تاع أبطال العالم كانوا يشاركوا معنا هنايا، وكان أبطال تاع إفريقيا من مصر ومن ليبيا، وكان تنافس كبير بين الجزائريين الليبيين والمصريين لأن العدد تاعهم كان كبير بزاف. وشت باللي كانت نتيجة لا بأس بها، كانت نتيجة جيدة جدا بالنسبة للجزائر واستفدنا بزاف. دعم وزارة الرياضة وولاية بجاية في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية العربية، والتي من خلالها يعني قمنا بحملة تشجير شجرة لكل بلد عربي. كما أنه يعني جاءت هذه البطولة المنافسة في احتفال والتخليد بثورة نوفمبر المجيدة، وجرت يعني هذه الأجواء في أجواء تنظيمية محكمة وفرحة لدى الجميع.